يعني كل القنوات الجميلة اللي جايين النهارده في حب مصر. وأنا عندي بس كلمة آه، كانت بتدور في دماغي من فترة يعني، وإحنا قاعدين في بيت العيلة بنفكر بنتكلم عن اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر. ويعتبر أنا واحد من الناس اللي حاضر من أول 67 لحد حرب أكتوبر لحد النهارده. أكبر معركة صدقوني ممكن تواجهها مصر في حياتها مش المعارك الحربية والسلاح لا، أكبر معركة إحنا بنخوض فيها اليومين دول وهي الجهل. صدقوني الجهل في كل حاجة. عندنا جهل في الثقافة، إحنا مش عارفين بلادنا بتعمل إيه. عندنا جهل في الفن، مش عارفين الناس دي بتقدم إيه ولا هم عملوا إيه. وممكن أي واحد يتكلم في أي حاجة، ممكن يتكلم في السياسة وفي الكورة وفي كل حاجة، ونلاقي ناس مالهمش صفة بيتكلموا وكأن ليهم صفة. ده جهل، ده جهل، وده ما يبنيش البلد. ده غير كده النهارده الناس اللي ما بين مؤيد ومعارض، هو لا هو فاهم مؤيد ليه ولا هو فاهم معارض ليه. صدقوني احنا يا دوبك بس بناخد راس القبه ونطير زي ما بيقولوا، لكن مش فاهمين، مش دارسين. يعني بلدنا اليومين دول محتاجه استقرار اكتر من اي وقت، بغض النظر عن مين الرئيس، بس احنا محتاجين حد بنثق فيه قدر يقوم الدنيا ويقدر يسير بينا تاني. وقعنا في مشاكل قبل كده وخدنا نتائجها، ومش عايزين نقع في الوقعة دي تاني، احنا عايزين نستمر. صدقوني اللي بيحصل في البلد اليومين دول ما حصلش من سنين طويلة، من سنين طويلة. عشان كده زي ما تفضل الأستاذ الفنان طارق لما قال إن بيشككونا في الثوابت. خلوا دايما لينا قاعدة ثابتة وعندنا ولاء للبلد، ومين اللي قدر يعدي بينا أزمات كتيرة وهو يقدر يعدي بعد كده. في عندنا أزمات اقتصادية بس مش لوحدنا، ما العالم كله عنده أزمات اقتصادية. احنا عندنا تقيل شوية لأن عندنا برضو عندنا جهل في الثقافة ان احنا ازاي نتقدم في الصناعة ونتقدم في القطاعات الكتيرة اللي عندنا من استيراد وتصدير، ويعني الحتة الاقتصادية لسه مش قادرين نقوم بيها نتيجة عوامل كتيرة. بس ده مش معناه ان احنا فاشلين او معناه ان احنا واقعين، او زي ما الناس بتقول لنا انتوا مش هتقدروا تقوموا من الديون اللي عليكم، والديون اللي عليكم ديت هيبقى ليها تأثير في لا لا لا. طب ما احنا كان جينا في فتره ساعه قناه السويس وما كانش معانا ولا مليار ان احنا نعمل حاجه، واتلم 65 مليار، وكان ممكن يتلم اكتر من كده لو الدنيا بس اتفتحت شويه وقدرنا ان احنا يعني عندنا الاراده وعندنا ان احنا نقدر نتخطى حاجات كتير. اللي احنا بنتخطاه النهارده في معارك فكريه اكتر بكتير من ان احنا نتخطى خط بارليف. خط بارليف ده حاجه يعني معلش، الناس اللي فكروا الناس العسكريين كان بالنسبه لهم حاجه تافهه جدا. هي عبقريه بس حاجه يعني ما بالنسبه لهم هم ايه يعني. احنا فكرنا في فكره وعملناها ونجحت واشتغلنا عليها، وكان النصر وكان الشكل العام بتاع الحرب. لكن النهارده المعارك الفكريه اقوى بكتير. عشان كده في حرب يعني شنيعه على السوشيال ميديا، ويحاولوا يوقعوا الحقوا مين اتنصر والحقوا مين اسلم ومش عارف مين فلان بيتكلم واصل فلان طلع واصل القناه الفلانيه واصل القناه الفلانيه، ويضربوا في بعض. طبعا خلي بالك الشباب بيغلي وبيشتموا بعض وبيعملوا بعض. ده معركه تانيه. الكوره الاهلي والزمالك والمنتخب وبتاع، دي معركه تانيه.
الناس اللي طالعه بتشكك احنا ما عندناش دراما واحنا لا، ده احنا في يعني انا بالصدفه انا ما بتفرجش على تلفزيون كتير، وقتي ما بيسمحش ان انا اقعد، لكن احيانا بتشدني بعض الحاجات الدراميه اللي ليها معنى وليها مغزى، وبتشدني ان انا يعني ببقى بنام بس بقعد اتفرج عشان اقول ده تاريخ بلدي. وبرضه ده مش بس في الفن، ده برضه في السياسه. بعض الناس اللي بيتكلموا في السياسه وبيتكلموا كلام مهم جدا، المفروض ان انا اشارك برضه في المعركه الفكريه ديت السياسيه، لازم اكون على وعي بيها عشان اقدر اخدم شعبي واخدم الناس اللي انا بخدمها. عشان كده انا بقول لكم النهارده احنا محتاجين، اذا كنا بنتكلم على حرب اكتوبر فاحنا نستمد العزيمه والاراده اليومين دول عشان نقدر ننتصر على الحرب اللي جايه على بلدنا، سواء فكريا او زي ما بيسموها حروب الجيل الخامس، لان حروب الجيل الخامس ما هياش سلاح ودبابه وصاروخ، لا لا لا، الامور اكتر من كده بكتير. انت في دول عايزه توقعك، وفي دول عايزه تسيطر عليك، وفي دول عايزه تغير نظامك، وفي دول مش عاجبها اللي احنا الامه اللي احنا قايمينها. افتكر في حد من بره كان بيكلمني، يعني كان بيقول ان وزير الدفاع الامريكي كان بيقول تصريح، حد كان في امريكا يعني واتصل بيا قال لي وزير الدفاع الامريكي متخوف من النهضه اللي عاملها السيسي عسكريا واقتصاديا من خلال فتح مناجم الذهب وبعض المشاريع زي مشروع الضبعه والكلام ده كله، والمشروع الغاز والنهضه اللي هي ابتدت ديت. فهو متخوف ان السيسي يبقى قوه جباره موجوده، وهو خايف من ده وهو متخوف من الامر. شوفوا قد ايه الناس بره شايفه دنيتنا عامله ازاي. فطبعا محدش عاجبه ان مصر هي اللي تبقى الدوله القويه والدوله اللي تقف. النهارده مين كان بيقف قصاد امريكا؟ يعني انا افتكر قول الرئيس حسني مبارك يعني لما قال انا عندي خط احمر مع امريكا ما اقدرش اتخطى. النهارده السيسي يوم ما وقفوا المساعدات العسكريه ما راحش ركع تحت رجليهم، اتصرف وابتدينا نتفاوض مع دول اخرى وابتدينا نجيب وابتدينا نشتري. ابتدت امريكا بعد كده ترجع وتقطع تحت رجلينا وتقول انتوا عايزين ايه؟ ما كانوش عايزين يدونا قطع غيار. الناس اللي لو في حد هنا في الجيش يعني طيارات الابات ما كانوش عايزين يدونا قطع غيار. لما رحنا جبنا من روسيا وابتدينا نصنع وابتدينا نعمل، ابتدوا رجعوا طب انتوا عايزين ايه؟ مش كده يا فندم؟ ده حصل. فعايز اقول لكم المعركه اللي احنا فيها دلوقتي معركه كبيره جدا جدا جدا، وعلينا زي ما قال الفنان طارق ان احنا كلنا مدعوين في الحرب دي ان احنا نحارب فيها، لانها حرب فكريه مش محتاجه حد اقول لك خد سلاح وانزل حارب، لا، انا محتاج عقلك، محتاج ثقافتك، ومحتاج ان يكون عندك ثوابت متينه زي ما انت واثق في دينك كده ما تقدرش تغيره. بالظبط كده انتمائك لبلدك. اوعى في مره حد يهزك، ولا لازم يوصل للشباب ولازم يوصل للمجتمع ولازم يوصل لكل حته ان احنا بلدنا غاليه علينا، عندنا معركه قويه جدا جايه علينا هنستحملها وهنكمل بيها، لان اللي جاي هيبقى احسن. يمكن احنا ابتدينا نتلمس الحاجات الكويسه وفرحانين بيها، بس اللي هيستفاد بيها اكتر وهيتمتع بيها اكتر مع اكتمال المشاريع اللي شغاله على ارض الواقع احفادنا، ويمكن يلحقوا اولادنا كمان ان هم يشوفوها. انا احنا كمان ربنا يديني ويديك طول العمر. اولا انا بشكركم جدا، وبشكر طبعا كل القنوات اللي اتكلموا من قلبهم. خلي بالكم اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار.
يعني ايه؟ يعني انا ممكن يطلع لي شاب دلوقتي يجيب لي بقى احداثيات وحاجات انا عمري ما يمكن ما سمعتش عنها عن حرب اكتوبر. لكن اللي عاش الحرب ويتكلم من قلبه، انتوا لو تلاحظوا كل واحد من دول بيتكلم من قلبه، ليه؟ عاصر احداث وعايش احداث، فبيتكلم من قلبه، مش نظريات ومش تاريخ. حتى اللي بيسرد التاريخ بيقول حاجه من قلبه، بيقول انا كنت كذا وبقيت كذا وصححت فكري في كذا. هذا المواطن المصري اللي يحترم، اللي هو بيحقق التاريخ بتاع مصر، ما بيزيفوش. وعشان كده انا بشكر حضراتكم، واحنا اسفين لو قطلنا عليكم، لكن نختم بقى بالفاكهه بتاعتنا. شكرا.